بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو جديد وفيديو متميز ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم من هند السباك. عايزه اقول لكم ان كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. عايزه اقول لكم ان ايد مع ايد كلنا هننجح وكلنا هنكبر وربنا هيكرمنا جميعا ان شاء الله. يا رب الفيديو كده يكون خفيف وجميل عليكم وتنبسطوا منه ان شاء الله. طبعا بكلمكم وانا خارجه وحبيت تكونوا معايا في الخروجه بتاعتي. طبعا انا دلوقتي في ميدان عرابي في الاسماعيليه. شايفين قبضه اليد دي؟ شايفينها؟ شايفين قبضه اليد دي؟ القبضه دي يا جماعه مش من فراغ. القبضه دي قبضه الايادي المصريه على الخير وعلى بلدهم وعلى الخوف على حبهم لبلدهم. بتحمل معاني كتيره جدا، بتحمل معاني كتيره جدا زي ما انتم شايفين. عجبني قوي التمثال او هذا الشكل من التمثال، لانه بجد بيحمل معاني كثيره يعني زي ما انتم شايفين. ان مصر كلها بصوا وراها يعني. المنظر جميل جدا، القبضه اكتر من رائعه. يا رب تعجبكم كده ويعجبكم ميدان عرابي من الاسماعيليه. طبعا من اجمل الميادين واحلى الميادين في اسماعيليه ميدان عرابي. وهصور لكم برضو الميدان من قدام واحنا ماشيين مع بعض ان شاء الله. ويا رب كده يعجبكم وتنبسطوا معايا بالفيديو ويكون خفيف عليكم. ده كده احنا عند محطة القطر بالظبط في الاسماعيلية، محطة قطار الاسماعيلية. يا رب كده اكون وصلت لكم فيديو جديد وفيديو جميل وتنبسطوا معايا بالخروجه بتاعتي، ونخرج بقى مع بعض شويه كده ونتفسح ان شاء الله وتنبسطوا معايا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا نازله بعدي الطريق، خلي بالكم وانتم معايا اهو. هوصل لكم الفيديو زي ما انتم شايفين. حاجه جميله والله بجد، الخروجه حلوه. طبعا احنا راكنين العربيه في مكان وهنتمشى دلوقتي لغايه ما اوريكم ميدان عرابي بقى، اوريكم تمثال عرابي الجميل. والله تمثال جميل جدا وحلو يعني. انا عشان كده عايزه اوريه لكم يعني، اوري لكم جزء من الحاجات الحلوه في اسماعيليه يعني وتنبسطوا معايا برضه. بحب اجيب لكم كل حاجه حلوه، بحب احكي لكم كل حاجه. عايزه اخليكم كده تحسوا ان انتوا عايشين معايا. بتشوفوا معايا اللي انا بشوفه وبناكل مع بعض اكلنا وبنعمل مع بعض حاجتنا. هو ده تمثال عرابي. استنوا بقى اما اظبط لكم الصوره اهو. هو كده تمثال عرابي اهو، انتوا شايفينه اهو. هجيبه لكم من الناحيه التانيه. تمثال جميل جدا يا جماعه اهو كده اهو. واضح كده الصوره بالنسبه لكم من التماثيل ومن الميادين اللي هنا في اسماعيليه. ميادين عريقه وجميله يا جماعه. طبعا بحب اصور لكم كل حاجه بطبيعتها وانا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، بوري لكم كل حاجه في المحافظه بتاعتي الجميله. يا رب تعجبكم كده وتنور رضاكم. عايزه اقول لكم ان محافظه الاسماعيليه من اجمل المحافظات ومن المحافظات الجميله جدا النظيفه جدا اللي تستحق ان احنا نصور فيها كل شيء من جمالها يعني ومن روعتها. ارجع لكم من الناحيه الثانيه. والله انا بلف معاكم ميدان بتفسح معاكم. يلا نتفسح سوا، يلا تفسحوا معايا بقى عشان تقولوا مس هند مش حرمانه من حاجه. اهو هجيب لكم الواجهه دي اهو، تمثال عرابه اهو. شايفين دي واجهه تانية ان شاء الله تعجبكم كده. ادي تمثال عرابي بالاسماعيليه. شايفين ماسك العصايه بتاعته اهو، وبسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. يا رب يكون معاكم فيديو حلو، فيديو متميز معايا وتنبسطوا. خروجه صغيره بس جميله ان شاء الله تنبسطوا فيها وتتساعدوا ويكون كده الخير معانا دايما، ونتفرج على بلادنا وجمال بلادنا الجميله اللي هي يعني من اجمل المحافظات. والله محافظه الاسماعيليه حقيقه من اجمل المحافظات. عايزه اقول لكم برضو بصوا الارضيه يعني عاملينها بطريقه حلوه والمكان راقي جدا. يا رب كده تنبسطوا معانا في ميدان عرابي بالاسماعيليه. النافوره اللي هنا لما بتشتغل بس طبعا عشان الجو شتاء وبرد هم مش مشغلين النافوره، بس هي النافوره روعه جدا يعني، حاجه جميله جدا وحاجه مشوقه جدا.
وادي تمثال عرابي اللي انتوا شايفينه اهو جنبي اهو. انا واقفه جنب عرابي يا جماعه، يعني يكفيني فخر، والله يكفيني فخر ان انا واقفه جنب تمثال عرابي. تسلم مصر وتسلم اهلها ويسلم شعبها، محبه كامله لوجه الله الكريم. بنحب بلدنا، بنحب كل العرب، بنحب كل الناس، بنحاول نقدم كل خير لكل الناس يا رب، ونوصل كل حاجه حلوه. ويا رب كل حاجه حلوه انا بشوفها بقدر اوريها لكم وانتوا معاكم وبيكم وليكم. قناتي هتكبر معاكم وبيكم وليكم اقسم بالله. ومش هنشوف الخير الا لما نكون ايد واحده، مش هنشوف الخير الا لما نساعد بعض، مش هنشوف الخير الا لما نحب بعض بصدق ومصداقيه. يعني كلنا مع بعض كده نتكاتف على فعل الخير، على تقديم كل ما هو متميز، على تقديم كل ما هو جميل، عشان ربنا يكرمنا ويصلح حالنا دنيا واخره اللهم امين. وخير الاعمال اقلها ولكن يدوم. يعني ما نستهونش بالقليل، لان فعلا القليل باذن الله لو دام بيكون افضل وافضل. ربنا يكرمكم كده ويكرمنا بفعل الخير وبصنع الخير. والرسول قال خير الناس انفعهم للناس وخيركم خيركم لاهله. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. كل ده كلام عظيم، يعني لازم نحافظ عليه ونهتم ان احنا نكون يد واحده ونكون مع بعض في كل شيء عشان ربنا يكرمنا ويسعدنا ان شاء الله. دايما متميزين، دايما مبسوطه بيكم لانكم فعلا احسن عيله واجمل ناس. ربنا يديم الحب والخير ما بيننا يا رب، ويديم المعروف بين الناس الطيبين، ويجعل ايامنا كلها خير اللهم امين يا رب العالمين. اشتغلوا على قنواتكم، ساعدوا بعض، وربنا يكرمكم جميعا يا رب ويبارك لكم اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم ان الانسان مش هيكبر لوحده، هنكبر مع بعض. كل حد هيقدم يد المساعده لحد هيلاقي ربنا كبعت له اكتر من يد. يعني انت لو قدمت مساعده لانسان هتلاقي ربنا باعت لك الخير اضعاف مضاعفه. بس انت ابرز ايد المساعده وطلع ايدك كده وابرز الخير هتلاقيه. الخير يا جماعه فيكم، الخير فيكم. اعملوا الخير عشان ربنا يكرمنا. ما نستهونش بصنع المعروف ولا صنع الخير، والله العظيم 3 ما نستهونش، لكن نحاول ان احنا نوصل الخير للناس اللي تستحق الخير. وطبعا انتوا فاهمين كلامي، وكلنا على قدم وساق بنشتغل عشان ربنا يكرمنا ونساعد بعض في الخير. في ناس بتتعب من اجل الناس وربنا بيكرمها، والله العظيم ما بتحتاج اي حاجه من حد، لكن ربنا بيكرمها. فانتوا برضو اعملوا كده، اعملوا الخير وهتلاقوا نفسكم في منطقه كويسه وامنه وجميله جدا ان شاء الله. يا رب يسعدكم ويبارك فيكم كده. ويا رب ما كنش طولت عليكم في الفيديو بتاعي. عايزه اقول لكم ان احنا طول ما احنا يد واحده ربنا هيكرمنا. كل الناس هتفرح، والله العظيم كل الناس هتفرح. بس خلينا ايد واحده ونساعد بعض، وما نلاقي حد مثلا محتاج مساعده نجري عليه كلنا بقلب واحد. لا، الايد تكون على ايد واحده، كلنا ايد واحده وقلب واحد، وربنا يكرمنا ويسعدنا ويحقق لنا كل ما نتمنى يا رب. همشي معاكم كده لغايه قدام شويه، وباذن الله نكون كده متميزين مع بعض. وكده جبت لكم ميدان عرابي من الاسماعيليه، وحكيت لكم قصه جميله من قصص الاسماعيليه الجميله، وهي ميدان عرابي. يا رب كده الفيديو يكون خفيف عليكم وانبسطتوا منه. عايزه اقول لكم بحبكم قوي قوي قوي، وانتوا احلى عيله واجمل ناس. بحب كل الناس، ربنا يخلينا كلنا عرب وكلنا ايد واحده، مش اهل مصر بس، كل العرب ايد واحده يا جماعه. احنا بنوجه رساله لكل العرب، كلنا ايد واحده يا جماعه، كلنا ايد واحده في فعل الخير، وربنا هيكرمنا ان شاء الله. الناس بتتفرج عليا طبعا وانتوا بتضحكوا دلوقتي الناس بتضحك شايفيني وانا ماشيه في الشارع، يعني انا ماشيه في الشارع والناس بتضحك وانا بصور لكم، بس مش مهم. المهم ان احنا نكون وصلت لنا الرساله وفهمنا قد ايه ان احنا لازم نحب بعض ونساعد بعض. يلا، كان معاكم هند السباك، سلام عليكم، بحبكم في الله.